والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ لما تكونوا بخير. رجعت لكم بعد غياب كبير بملف سرعة جامد جدا. انا عارف ان أنا اتأخرت عليكم جامد، يعني كتير جدا، في حوالي 3 4 شهور. بس ده غصب عني ان القناة بتاعتي واخد انذارين، فانا بحاول اقلل من الفيديوهات لحد ما يعدي 3 شهور، وبعد كده ابدأ انزل تاني. طبعا في الفترة دي بجهز لكم حاجة جامدة جدا. تمام، الناس اللي مش متابعين على جروب الفيس او جروب الواتس، انا بنزل تحديثات اول باول على طول بحاجه عظمه جدا. تمام، نخش في موضوعنا على ملف السرعه. حاجه عظمه جدا، جايب لك ملف فيه كل الفلزات التقيله اللي بتحرق معظم النسخ. وانت ممكن، انا ممكن اصلا ابشرح النسخه دي اللي انا شغال عليها اصلا تتحرق، يعني حاطط فلزات تقيله جدا. تمام، طيب مبدئيا كده ازاي تحمل ملف السرعه؟ بتخش على اللينك، تمام، سواء تحت في الوصف. اول حاجه انت هتدوس على اللينك كده، تمام، ممكن يفتح معاك الواجهه دي. لو ما جابلكش مربع تحميل، لو ما جابلكش الواجهه دي كده، تمام، او لو ما جابلكش ملف السرعه فيجن 18 داونلود تحميل، ما جابلكش دي، عادي جدا ممكن تدوس. تمام، اهو هو دلوقتي ممكن يجيلك زي ايه. تمام، هي ممكن تجيلك كده على طول. المهم انت في مربع ازرق هنا بيظهر لك، وبتدوس عليه، يبقى كده بيجي تظهر لك ديت. لو دي ما ظهرتش على طول، تمام، بقى كده بتدوس داونلود، بعد كده هيبدا يتحمل معاك زي ما انت شايف كده. تمام، طيب بعد ما في الصورة اتحمل معانا، تاني حاجة تقدر تستخدمها معايا في ابلكيشن دوت ام تي. تمام، ده يعتبر اسهل من البرامج اللي انا بستخدمها، حرفيا برنامج جميل جدا. تمام، سهل جدا في التعامل. تمام، فانت هتخش عليه، هتخش على الداونلود، نرجع بس خطوة لورا اهو، بتخش على الداونلود دوت. تمام، اهو، بعد كده بتنزل لتحت بتلاقي الملف سباق 18 اتحمل معاك. طبعا الملف من غير باسورد، بس يا ريت تقدر تعبي في الملف دوت. تمام، طيب نرجع بقى كده ازاي تحط ملف السرعة في اي نسخة، اي نسخة. الموضوع سهل وبسيط، مفيهوش اي صعوبة خالص. تمام، مثلا نخش هنا كده على يونيفرسال مثلا، وهتلاقي بيك اب اندرسور. ممكن من بره تظهر لك برضو هنا اهي بيك اب اندرسور، حفظ نسخ احتياطي والاستعادة. تمام، هنعمل بيك اب. تمام، هسيبه يتعمل، بعد كده ارجع لكم تاني. طيب بعد ما تعمل بيك اب تخرج بقى تاني كده، وعلى حسب اسم النسخة اللي انت شغال بيها ايه، على حسب اسم النسخة. الوردي واتساب، تمام، او ممكن نسخة تانية بلاك واتساب، زد ام واتساب، على حسب اسم النسخة اللي انت شغال بيها. تمام، بعد كده تخش على البرنامج اللي انت هتحمله. تمام، نرجع كده خطوتين، انا مش عارف هو ليه دايما بيدخل على دول كده. تمام، حلو اوي كده. تمام، او الوردي واتساب. تمام اهو، شايف ده اسم الملف النسخة، هتخش عليه كده يطلع لك الورد بيك اب، ده الملف اللي احنا عملناه بيك اب. بعد كده تخش على اول حاجة اللي هو كوم دوت شعوذة 99. طبعا كده على حسب النسخة اللي انت شغال بيها، وعلى حسب الايه الهزمة. تمام، بعد كده بتخش لحاجة اسمها داتابيس. تمام، هتمسح دول كده، ديليت. تمام كده، بعد كده من الناحية التانية ديت هتبدأ تخش على الداونلود، وهتنزل لتحت خالص، وتخش على ملف السرعة بريد 18، وهتحدد دول وهتنقلهم هنا ضغطة بسيطة وتعمل اكسكت هنا. تمام، فمثلا لو افترضنا مثلا ان احنا نقلناهم ماشي. طب ده بالنسبة للإصدارات اللي هي مثلا القديمة. طب بالنسبة للإصدارات الجديدة هتعمل ايه؟ مثلا أي إصدار كده، مثلا بلاك واتساب مثلا. تمام، أي نسخة بقولك الإصدارات الجديدة ماشي. فهتخش مثلا تعمل بيك أب أهو، بيك أب واتساب دي ممكن تعمل معانا بسرعة. لأ، الإصدارات الجديدة مثلا كده، مثلا زي زد ام دي. تمام، خش على بيك اب. تمام، هتعمل بيك اب زي ما انت شايف كده، جاب لك بالشكل تاني. يعني لو خدت بالك ان دي بتعمل بأسرع وحاجة عظمة جدا. تمام، طبعا اسم النسخة زد ام واتساب. هننزل تحت كده ندور على زد ام واتساب اهي، زد ام واتساب اهو دي. تمام، طبعا ده بقى ايه، هتلاقينا متشفر. تمام، زد اي بي، لكن هنا في مثلا في الوردي جايبه لك شكل تاني اهو زي ما انت شايف كده. في اختلاف بين الاتنين، اما الاتنين عادي ولا يهمك. انت كل اللي هتعمل نفس الخطوات اللي هنا هتعملها هنا. تمام، متتخضش يعني لو لقيت ملف زد اي بي وكده. تمام، عادي جدا تنقل ملفات وتحط ملف، حوار سهل جدا. تمام، نرجع لموضوعنا تاني. بعد ما تنقل الملفات هتدوس استيراد سد داتا. تمام، بعد كده الملف هيبدأ يتحط معاك بسهولة جدا، مفيهوش أي مشاكل خالص. حلو كده. طيب ده الملف معانا، عندك بتاع حوالي 19 جروب او 20 جروب مش فاكر كام. 19 جروب. تمام، 19 جروب فلوزات كتيرة جدا، حاجة عظمة. طيب نخش على اضافات كده. تمام، على هوم سكرين، قص الشات ماشي. تمام، او ممكن نخلي قص الشات موجود. تمام، نخش على اول حاجة فلوزات سرعة.
تمام زي ما انت شايف. تمام كده عندك فريزات ويب كونكتات الصيني. تمام عندك هنا فريزات الخريطة، هتلاقي برضو في فريزات خريطة تاني تقريبا، فريزات حرق شات متجر. تمام فريزات الحروف، كل حاجة هتلاقي هنا. تمام فريزات زخرفة ريبلي. تمام زي ما انت شايف في ضغط بسيط. تمام فريز ايفون كونكتات حرق النسخ. تمام كده زي ما انت شايف كونكتات. تمام عندك فريزات ايموجي، فريزات اجنبي. تمام اهو دي فريزات اجنبي. فريزات لينكات، فريزات تهنيج متجر ونسخة الايفون. الفريزات دي يا جدعان يعني شغال برضه زي الفل. تمام في فريزات تانية حلوة، فريزات ضغط وحرق شات. دي الفريزات اللي بتبقى في التذكر هنا. تمام الفريزات دي برضه دعم مفعولة جامد جدا، ممكن تحرق شات وتعمل مجر. حد بيتصل بيا. طب نكمل. زي ما قلت لكم الفريزات دي مفعولة جامد جدا، وبتحرق معظم النسخ في الشات. تمام وبتعمل ضغط بسيط حلو كده. طب نكمل بقى بقية الفريزات. عندك فريزات ضغط، دي فريزات اشعارات. بالنسبة لفريزات الاشعارات ديت لما بتبعتها يعني بيتهنج التليفون. تمام على حسب نوع التليفون، ممكن مثلا تليفونات عالي بيخلي الضغط عنده في التليفون خلاص هنج. تمام فممكن التليفون لازم يتراستر. وفي تليفونات بيبقى شغال بس بيبقى مهنج معظم الاماكن، يعني ممكن ميعرفش يخرج من الواتس، يفضل في الواتس كده ميعرفش يخرج منه. تمام وفي تليفونات ممكن يخرج من الواتس عادي بس الشات يبقى من فوق متعلق، بيبقى فيه كده ضغط هنيج. تمام وعندك برضو فريزات حرق نسخ. دي من دي من اتقل الفريزات في الملف كله، اتقل فريزات كلها. زي ما انت شايف انا عندي ضغط في الشات جوه اهو. انا ممكن اصلا انا بشرح كده النسخه عندي تتحرق، خلي بالك. ان انا زي ما قلت لك اتقل فريزات. زي ما قلت لك انا شايفين انا مهنج اصلا، الشات عندي مهنج بطريقه زباله. تمام طبعا النسخه دي باذن الله تنزل قريب. تمام دي من اتقل فريزات في المجره كلها في المجال اصلا، اتقل فريزات. تمام فريزات قطع النت برضو، برضو الفريزات دي برضو لو حلوه وشغاله. تمام فريزات قطع النت زي ما انت شايف كده. فريزات قطع النت تقريبا كده النسخه عندي هنجت. طبعا انا لسه برضو بظبط النسخه دي. النسخه دي تحديثها هينزل قريب. طبعا زي ما انت شايف كده النسخه اتحرقت مني اهو. زي ما انت شايف ما بكدبش عليكم، انا بقول لكم ملف سرعه حاجات تقيله والله العظيم، حاجات تقيله، حاجه عظمه فشخ. انا ما بحبش انزل حاجات هبد. تمام فريزات تهنيج نسخ بالكامل دي برضو. تمام دي فريزات برضو عامل زي الاشعارات، بس تقريبا دول اتقل شويه، الفريزات ديت بتهنج التليفون. تمام ده اول حاجه. تاني حاجه بتعمل حرق في الواجهه. تالت حاجه بتعمل ضغط بسيط، لو فضلت تبعت مثلا 5 6 مرات ورا بعض النسخه اللي عند الشخص ده تلاقيه بيهنج معاك، هتلاقي اصلا بعد 5 دقايق ما انت عمال تبعت بيعملك بلوك ان هو زهق لو انت عمال تهنجه. تمام انا هجيب لكم حاجه عظمه فشخ. بالنسبة للنسخة ديت عندك في النسخة دي تحديث قريب جدا. 8 زرار قطع النت. تمام زر عكس الرسايل. 11 زر التنيك. طبعا النسخة لسه في شغل تاني هيتم فيها بإذن الله قريب، والتحديثات دي هتنزل قريب بإذن الله. وطبعا غير تذكر فيروز اللي محطوط هنا اهو. تمام حاجة عظمة فشخ. تمام وده ملف الصورة بتاعنا النهاردة. ياريت تقدر تعبي وياريت لايك وشير، ولو مش في القناة دوس اشتراك. اشوفكم على خير.